ندى كانت بنت بتحب الهدوء دايماً قبله ما تنام تقفل النور والموبايل وتغرق في الظلام. كانت تقول لنفسها دايماً الليل أريح كده، مفيش دوشة ولا نور مزعج. لكن الليلة دي كانت مختلفة. الساعة كانت 2:17 بعد نص الليل، والبيت كله ساكت إلا من صوت الساعة الحيطي. ندى كانت على وشك تنام لما سمعت صوت خفيف جاي من تحت السرير، صوت أشبه بالهمس، كأن حد بينادي عليها ندى. رفعت راسها بسرعة، قلبها دق بعنف، وفضلت تسمع كويس. يمكن خيالها، يمكن صوت المروحة، لكن الصوت اتكرر تاني. أوضح المرة دي وبنفس الهمس البارد اللي يخترق الجسم: ندى انزلي تحت. العرق بدأ ينزل من جبينها، وهي بتحاول تقنع نفسها إن ده مجرد حلم أو تخيل. مدت إيدها عشان توصل للموبايل وتنور الكشاف، بس الموبايل كان واقع على الأرض قريب من طرف السرير، قريب جدا من مصدر الصوت. كانت بتردد في سرها: مش هبص مش هبص. لكن الفضول كان أقوى من الخوف. نادت بصوت مرتجف: مين؟ مين هناك؟ الصوت رد، المرة دي أقرب، أهدأ، لكنه واضح جدا: أنا هنا، تحتك. اتجمدت في مكانها، حاولت تمد إيدها تنور النور، بس إيدها كانت بترتعش. وأول ما الموبايل نور، ركعت على طرف السرير وبصت تحت. الظلام كان عميق والغبرة ماليه الأرض. ما كانش في حاجة واضحة، بس وهي مركزة لمحت حاجة بتلمع في الظل، عينين صغيرتين بتتحرك وبتبصلها. صرخت ورجعت بسرعة. الموبايل وقع على الأرض وانطفأ الكشاف. الظلام رجع يغطي الغرفة كلها، وبين أنفاسها المتقطعة سمعت صوت خطوات بطيئة طالعة من تحت السرير، كأن في حد بيخرج. الخشب صريره زاد والسجادة اتحركت شوية. ندى مسكت وسادتها وقعدت في الركن تبكي وهي بتهمس: مش حقيقي، ده كابوس. لكن الصوت رجع وهمسها بقى أقرب، لدرجة إنها حست النفس على خدها. قلت لك تنزلي تحت يا ندى. مدت إيدها المرتجفة عشان تولع النور مرة تانية، ولما النور اشتغل ما كانش في حد في الغرفة، إلا إن المراية المقابلة بين فيها مشهد تاني: ندى نايمة على السرير هادية تماماً، وفي الأرض تحت السرير في واحدة تانية طالعة ببطء بنفس وجهها بالضبط، لكن عينيها سودة تماماً